ماما، هو انا ينفع اتكلم مع حضرتك شوية يعني؟ في حاجة مضايقاني كده. مالك يا رنا يا بنتي؟ بتعيطي ليه؟ في حاجة؟ طب في حاجة في دراستك؟ طيب في حاجة؟ طيب ولا ايه؟ اوعي يكون اخوكي ضايقك ولا عمل لك حاجة، ده انا اجي اجيبه من شعره. بصي بقى كده يا ماما، انا قبل يعني ما ابتدي اي كلام انا عايزة ابقى صريحة مع حضرتك. انت يعني لازم تكوني عارفة ان انا بحب زين ابن عمي و... وعشان ابتدي يعني بقيت الحكاية. يوه انت بتقولي فيها؟ ده انا ومرات عمك وعمك وابوك عارفين انك كمان بتحبيه، وهو بصراحة يا بنت كده باين عليه بيحبك. بس كانت دايما امه زينات كانت تقول لي انا ان ابني ما بيحبش يبين على نفسه ابدا المشاعر بتاعته. ايوه انا عارفة عينيكي بتبان من غير ما تقولي. طيب، طيب يا ماما، كويس انك عارفة دلوقتي. وبصي يا ماما، دلوقتي زين كمان عرفت ان هو يعني بيحبني، كل ده من زينة. ودلوقتي عبد الله هو اللي عايز يجي يخطبني وانا مش موافقة. هو خايفة بابا يوافق، هو لو حتى رفض ده ممكن يحصل مشكلة بين الاخين. هو انت عارفة يا ماما ان انا بحب زين مش بحب عبد الله، وخايفة لا بابا يوافق. اعمل ايه يا ماما؟ قوليلي. هي فعلا مشكلة. طب بقولك ايه يا حبيبتي، انا مش عايزاكي تركزي في اي حاجة دلوقتي، واعتبري انك ما سمعتيش حاجة او حتى عرفتي حاجة. انا عايزاكي تخشي الأوضة بتاعتك وتهتمي بس بدراستك وبامتحاناتك، ويلا خشي وسيبي لي الموضوع ده. يا رب، يا رب هات العواقب سليمة يا رب. اعمل ايه؟ انا هسيبها لظروفها، ولما عبد الله يجي يتقدم هقول له، هقنع باباه ان هو يرفض. بس كده. تعدي الايام وتعدي الايام الامتحان، واخر يوم بالامتحان بعد ما يخرج يقعد عبد الله مع صاحبه ياسين، وهو بيقول عبد الله: اه والله انا ما بقتش عارف اقول ايه. اخيرا، اخيرا يا ياسين، هروح بكره هروح بكره واتقدم لرنا ونتكلم في كل حاجه واخطبها ان شاء الله، وانت اول واحد معزوم، تمام يا كبير؟ ياسين بيرد على عبد الله بكل برود وهو بيقول: الف مبروك الف مبروك. طب بقولك ايه، مش ملاحظ حاجة؟ مش فاكر ياسمين؟ يلا ارجع بالذاكرة كده، اللي انت كنت معجب بيها يعني سبتها ليه؟ في حاجة؟ ده انت كنت كل شوية تقول محترمة ومحجبة مش بتكلم شباب. ايه يا عم، هو ايه اللي غير الكلام؟ ايوه فاكرها، ياسمين. هي دي يا عم تتنسي؟ يا عم حاولت ان انا الفت انتباهها بس ما حسيتش بيا. انت عارف يعني، انا مش عارف اقولها لك ازاي، بس انت لو خيرتني ما بين الاتنين الاجابة هتبقى حاجة غريبة بصراحة، وهختار ياسمين. ممكن اكون اعجبت برنا لانها هتوافق عليا والخطوبة وزي ما بتقول كده هلبس بدلة. بس ياسمين مش واخدة بالها مني خالص، فهو ده اللي خلاني ان انا ابعد. ولو على كده انا ممكن ارجع لها، انا حبيت ياسمين اكتر من رنا اصلا. فعلا حاجة غريبة. طيب مين اللي قالك كده يا دنجوان عصرك انت؟ سمعتها امبارح بتكلم واحدة صاحبتها وبتقول: يا رب، يا رب يجي يحس بيا ويكلمني. تتخيل بقى ياسمين البنت المحجبة دي اللي انت بتقول عليها محترمة طلعت يا عم بتحبك بس في الخباثة. يلا يا عم ابسط ابسط يا عم وروح اتقدم لها وسيبك من رنا دي، هي اصلا مش عايزاك شكلها كده، ولا انت شكلك عاوزها؟ انت شكلك مراهق يا ابني. عبد الله بفرح كبير، وعلى ما اعتقد ده كان فرحان اكتر من الخطوبه بتاعت بكره، او ان هو راح يتقدم. هو بيقول: بجد؟ طيب سلام دلوقتي، انا لازم اروح اقول لبابا واكلمه وافاتحه في الموضوع ان انا مش عايز رنا وعايز ياسمين. انت عندك حق، انا اصلا ما كنتش عايز رنا، انا يعني كنت فرحان بالبدله والخطوبه والجواز وكده. خلاص سلام دلوقتي. وهنا بقى عبد الله روح البيت، والاب بدر قعد يتكلم معاه وبيقول له: بقول لك ايه يا عبد الله يا ابني، انا النهارده كنت جاي يعني اكلمك من خطوبتك من رنا وكده يعني. ها، انت اكيد لسه في بالك الموضوع مش كده؟ انا يا بابا، انا اللي جاي اكلم حضرتك. انا يعني من حوالي كده شهر او اتنين
كنت معجب بواحدة زميلتي يعني كانت معايا في الجامعة، وبصراحة كده كانت من الآخر كانت مدياني الصابونة. آسف يعني يا ماما يا بابا، ما كانتش واخدة بالها مني يعني. بس خلاص أنا عرفت إن هي معجبة بيا، وهي كمان بدت لي نفس الشعور. أنا هروح أتقدم لها. اكتشفت إن أنا كنت معجب برنا مش حاببها. بس كده يا بابا. بس أنا عايز حضرتك بس تقدر موقفي. لولو 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 ليه. ألف 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 مليون مبروك يا عبد الله يا ابني. والله أنا أصلا كنت بقول إن رنا دي مش ليك وما تنفعلكش. هي لا هي قصدي يعني ما تنفعلكش يا ابني. والبنت اللي انت بتقول عليها دي يا رب يا رب تبقى من حظك ومن نصيبك، وتنسى رنا دي وتبقى ماشي حبيبي. لولو 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 ليه. ألف ألف مبروك ألف مبروك يا عبد الله. آه، يا لهوي بقى يا عم فتحي انت. ما يا عم، مش كفاية انك ما بتعرفش تشوفني؟ كفاية ان انا بطلع على البتاع ده لغاية ما بيقطم لي ظهري. يلا خلينا في المهم. بقولك ايه يا عم فتحي، خد ال5 جنيه دي وهات ب5 جنيه عيش. ماشي يا عمر. ماشي يا زئرد انت. عامة يعني هو مفيش حاجة يعني ب5 جنيه دلوقتي. انت جيت امبارح واخدت مني ب5 جنيه، بس الحاجة بتغلى يا ابني. لا لا لا، روح هات ال5 جنيه دي هاتها 8 جنيه. ماشي. ماشي يا عم فتحي. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ امي لو عرفت ان انا بس عايز 3 جنيه زيادة هتعلقني من هدومي. يا عم فتحي، الدنيا بقت غالية قوي. انت عامل ايه يا راجل في الغلا ده؟ والله يا ابني مش عارف اقول لك ايه. اقول لك ايه ولا ايه؟ مش عايز اشيلك همي. لا لا يا عم فتحي، قول قول ما تخافش. انا سامعك خالص مالس مالس. يلا وداني معاك اهو. يا ابني الدنيا بقت صعبة والعيشة غالية، والولية اللي فوق دي منكدة عليا عيشتي، وعايزة برضو نفس الفلوس اللي كنت بديها لها زمان. طب عمال اقول لها يا ولية يا ولية الحاجة بتغلى والدنيا بتغلى، خدي دول وردي بنصيبك. تقول لي لا، انا عايزة زي ما كنت بتديني، عايزة 300 جنيه كل اسبوع. اقول لها حرام عليكي يا ولية، حرام عليك، انا راجل على باب الله. تقول لي لا 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 لا، ماليش دعوة ماليش دعوة. مش عارف بقى يا ابني، هموم الدنيا كلها عليا. قول لي اعمل ايه؟ عندك حل يا عم عمر؟ والله يا عم فتحي، انا مش عارف اقول لك ايه. طب ما تتجوز عليها يا راجل. ايه رايك تطلق الموليه مراتك دي وتتجوز الوليه ام سميحه؟ انت اكيد عارفها اللي خارجه بفضيحه. ايه رايك تتجوزها وهتوليك السهد والله. يلا يلا، انا لو عايزني اروح اكلمها هروح. انت اهم حاجه موافقتك. والله يا عمر انا لو عليا يا عم موافق، بس يعني انت مش لاغي غير سميحة دي. يلا اهولية فرفوشة كده وما يبانش عليها السن. ماشي، ولا ما بلاش انت، ما بلاش انك ايه تروح انت اللي تكلمها. سيب لي انا الطلعة دي. بس مش عايز وفاء مراتي تعرف بحاجة يا عمر، انت فاهم؟